بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح مصطلح مهم جدا في البرمجة ألا وهو الريفريش توكن. وقبل ما نبدأ كده عايزين نجاوب على كام سؤال. إيه الريفريش توكن وليه بنستخدمه وإيه الفايدة منه؟ تخيل سيناريو إن أنت في موقع إي كوميرس معين وبتشتري منتج معين وفجأة في النص قالك لأ اطلع سجل من جديد. تجربة مملة الصراحة. أو إن أنت بتقرا بوست وبتعلق أو بتعمل تاج أو شير، لا اطلع سجل من جديد. الفكرة ان الجلسة بتاعتك انتهت وهو كده سكيور ان هو مديك جلسة لفترة قصيرة عشان الهاكرز، وان التوكن يكون فترته قصيرة بحيث ان لو اتحصل عليه فهو اتحصل عليه لفترة قصيرة جدا مش هيعيش معاك، على عكس ان انا اديك توكن يعيش معاك لفترة طويلة جدا بس لو اتمسك من هاكر معين فهو حاليا هيبقى عايش معاك. فالريفريش توكن بيحل المشكله دي، بيحل مشكله ان انا مش كل شويه هقول لك اطلع سجل من جديد وفي نفس الوقت مش هقول لك مش هديك توكن لفتره طويله جدا. فاحنا بنعمل معادله ما بين الاثنين. ايه الريفريش توكن؟ احنا اكسس توكن عادي خالص بنحطه عندنا في الكوكي، ولما الاكسس توكن اللي احنا بنستخدمه ينتهي بنكريت واحد من الجديد، وده اللي هنعرفه في الفيديو. خلينا نشوف البيئه والاعدادات اللي محددينها. دوت انف عشان نستخدم الانفايرمنت فاريبلز، اكسبريس طبعا، كوكي بارزر عشان نقدر نتعامل مع الكوكيز، مونجوز علشان اسهل في الكويريز، اليو ار اي بتاع مونجو دي بي مخزنينه في الانفايرمنت فاريبلز عشان السكيورتي، عملنا كونكت على الداتابيز، كورس عشان نحدد الدومينز اللي تقدر تتصل مع السيرفر، 3000 كنت شغال رياكت، تيتشر راوتر ده اول راوت معانا، اكسبريس دوت جيسون عشان نقدر نقرا البادي، كوكي بارزر عشان نقدر نتعامل مع الكوكيز زي ما قلنا، اول راوت معانا الاي بي اي تيتشرز تيتشر راوتر. لو جينا هنا عند فولدر الراوتس هنلاقي ان انا اول حاجه عملتها الساين اب والفانكشن بتاعتها وس كنترولر دوت ساين اب. لو جينا في فولدر الكنترولرز طبعا separation of concerns controllers models routes utilities. لو جينا هنا هنلاقي فانكشن الساين اب. اول حاجه قرينا اليوزر نيم والايميل والباسورد من البادي، شفنا اذا كان التيتشر ده موجود، لو كان موجود فبنديله 400 وبنقول له ان التيتشر موجود، ما كانش موجود بنشفر اول حاجه الباسورد وبنخزن التيتشر الجديد ونديله طبعا 201 كرييتد. لو جينا بصينا على التيتشر فهنلاقي فيه زي ما قلنا مفيش حاجه صعبه، فيه اليوزر نيم والايميل والباسورد. طيب خلينا دلوقتي نجرب فانكشن ساين اب. فانا جربتها وجابت ان التيتشر ريجسترد سكسسفولي. لو جيت جربت مره تانية هيقول لي ان التيتشر موجود. جيت غيرت في الميل فهيكريت التيتشر عادي خالص ويقول لي ان هو ريجسترد سكسسفولي. طيب دلوقتي احنا لو جينا نشغل اللوجن فهنيجي على التيتشر دوت راوت دوت جي اس ونشيل التهميش بتاعها ونيجي هنا في الكنترولرز ونعمل الفانكشن بتاعت اللوجن. هنقول له exports dot login equal async، هنحط الريكوست والريسبونس من arrow function. طبعا هنعمل try catch طبعا catch بيبقى فيه الايرور، فهنيجي نقول له return response dot status 500 دوت جيسون. نديله مثلا مسج معينة نقول له error logging in وبعدين ندير error. تمام كده. هنيجي بقى في التراي نقول له اول حاجة هات الايميل والباسورد من البادي const ايميل وباسورد equal request dot body، ونيجي بعد كده نقول له const teacher. هنبحث بقى على التيتشر اذا كان موجود ولا مش موجود، فهنقول له await teacher dot find one، ودي حلاوة منجوز. طبعا احنا هنا ممكن نقول له الايميل بتاعه equal الايميل اللي هو مبعوث، بس في اكما سكريبت احنا بنكتبها كده بس ماشي. فاقول له لو التيتشر ده مش موجود if not teacher
التيتشر اللي احنا بندور عليه ده اللي هو دخل ايميله، فهقول له return response dot status. طبعا الستاتس هنا بتكون 400 لان ده كده ايرور من الكلاينت، ونقول له دوت جيسون المسج. مش هنقول له ان التيشر ده مش موجود، هنقول له invalid credential عشان ما يديش معلومات ان هو مثلا يوصل بيها لحاجه. invalid credentials. تمام. فبعدين نيجي نقارن الباسورد const is valid password. هنقول له await المكتبة بتاعتنا اسمها bcrypt.compare. طبعا هنقارن الباسورد اللي هو بعته بالباسورد بتاع التيتشر اللي احنا لقينا الميل بتاعه teacher.password. طبعا مش محتاج اقول ان لو الباسورد، طبعا دي بره الاف كونديشن خالص، وهنيجي هنا نكرر نفس الخطوة دي. هنقول له بس هنا هنقول له لو مش كده لغاية كده الدنيا سليمة، ما دخلش ان التيتشر ده الايميل بتاعه مش موجود او الميل بتاعه موجود والباسورد مش متطابق مع الباسورد بتاع الميل ده. فلو احنا عدينا من كل ده فاحنا كده في الحالة دي خلاص كده عمل لوجن ريس دوت ستاتس 200 دوت جيسون. هنقول له في المسج logged in successfully. طبعا احنا لسه لا عملنا access token ولا عملنا refresh token. طيب احنا دلوقتي لو جينا نكريت الاكسس توكن والريفريش توكن، هنيجي هنا نقول له const access token equal، هنعمل فانكشن اسمها generate access token. طبعا الفانكشن دي بتاخد التيتشر اي دي، ما عندناش رول عشان نعمل authorization، وهنعمل واحدة زيها طبق الاصل للريفريش توكن generate refresh token. وهنيجي هنا نقول له const refresh token. كده احنا كريتنا الفاريبلز، لسه هنكريت الفانكشن. فهنيجي هنا نقول له const generate access token، المفروض تكون بتاخد التيتشر اي دي. ارو فانكشن بسيطة خالص، هنستخدم مكتبة جيسون ووب توكن. هنقول له gwt.sign. اول حاجة هتاخد الفاليوز اللي جواها، فالتيتشر اي دي ممكن نكتب teacher id equal teacher id، بس احنا كتبنا سكريبت بنكتب مرة واحدة بس، ولازم السيكريت كي بتاعنا. هنيجي هنا ناخد الاكسس توكن سيكريت كي. طبعا هنا process دوت انف دوت، واخر حاجة بتاخد الاوبشنز زي الاكسبيريشن ديت expires in، ممكن نخليها 1 minute للتجربة بس علشان نشوفها وهي بتنتهي. هنعمل واحدة زيها بالضبط للريفريش توكن. خلينا ناخد اسمها كوبي على طول، اسمها ريفريش توكن، بس السيكريت كي بتاعها لوحده ريفريش توكن. وهنخلي الاكسبيريشن ديت بتاعها 7 ايام كاملين. نرجع للفانكشن بتاعتنا، خلينا نخزن الريفريش توكن في الكوكي. اول حاجة بتاخد النيم هنسميها ريفريش توكن، الفاليو هتكون ريفريش توكن. تالت حاجة بتكون الاوبشنز، فالاوبشنز HTTP only هنخليها true عشان السكيورتي. عندنا السيم سايت ممكن نخليها strict، سيم سايت هنخليها strict.
واهم حاجة الماكس ايج اسبوع. الماكس ايج بالملي سكندز، فاحنا هنحول اسبوع بالملي سكندز 7 ايام في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 1000. حاليا احنا خزنا الريفريش توكن في الكوكي. طبعا الكوكي احنا شارحينها في اخر بوست على البيج بشكل مفصل، يا ريت ترجعوا له. فاحنا دلوقتي كريتنا الاكسس توكن والريفريش توكن، خزنا الريفريش توكن في الكوكي ورجعنا الاكسس توكن في الريسبونس عشان يستخدموا يبعتوا في الهيدرز بقى زي ما هو عاوز. خلينا نجرب الاند بوينت. طيب فين الاكسس توكن؟ مرجعش معانا ليه؟ خلينا نشوف. مرجعش معانا عشان احنا هنا في الجنريت اكسس توكن وفي الجنريت ريفريش توكن مش باعتين، مش مرجعين فاليو، مش عاملين ريتيرن. المفروض نعمل ريتيرن. فدلوقتي رجع الاكسس توكن في الريسبونس. طيب احنا دلوقتي عاوزين نيجي نشغل الريفريش توكن، هنيجي عند الراوت ونشيل التهميش بتاعها، ونيجي عند التيتشر كنترولر ونقول له اكسبورتس دوت كان اسمها ايه، هنيجي ناخد اسمها من هنا كوبي ريفريش توكن، نيجي هنا نقول له async في request وفي response، هتبقى arrow function فيها try. الايرور ده منين؟ ماشي ما علينا منه دلوقتي. وفيها catch، الكاتش خلينا نحط فيها الايرور، ونيجي نقول له اطبع لنا الايرور ده كده نشوفه، ونقول له return response dot status. طبعا ده ايرور من السيرفر فهيبقى 500 دوت جيسون. وهنيجي نقول له المسج error refreshing token. هنيجي في التراي اول حاجة هنجيب التوكن من الكوكي، هنيجي نقول له refresh token equal request dot cookies dot النيم بتاعه كان اسمه ايه واحنا بنكريته هنا refresh token. فاحنا كده جبنا الريفريش توكن من الكوكي. لو مش موجود هنيجي هنا نقول له return response dot status 401 دوت جيسون. في المسج هقول له no refresh token login. سجل بقى. هنيجي برا الاف كونديشن دي، هنيجي نقول له gwt.verify. عايزين نعمل verify للريفريش توكن، واللي هنحط له هنا process.env. هنيجي في الانفايرمنت variables ماشي. وبعدين في arrow function فيها الايرور والديكودد ان احنا خلاص فكينا التشفير. فانكشن بسيطة خالص. ايرور و decoded. نيجي نقول له if error. لو في error معنى كده ان الريفريش توكن ما اصبحش valid، الاكسباير ديت بتاعه عدى. فهنقول له return response dot status. في الحالة دي تبقى 403 دوت جيسون. وهقول له refresh token expired. غير كده نيجي برا الاف كونديشن دي، وهنيجي نقول له const new access token equal generate access token. احنا كده بنكريت access token جديد
اليوزر اي دي مش هنغلب فيه لان احنا خلاص كده عملنا دي كودد، فدي كودد دوت اي دي. ماشي، هنا دي هتكون مسج بالشكل ده. ماشي، وفي الاخر نيجي نقول له return response dot status 200 دوت جيسون. المسج او مش المسج، هنخليها الاكسس توكن بالنيو اكسس توكن. فاحنا دلوقتي جبنا الريفريش توكن من الكوكيز، لو مش موجود بنقول له مش موجود سجل، لو موجود بنشوف اذا كان مش فاليد بنقول له مش فاليد، لو كان فاليد فاحنا بنكريت اكسس توكن جديد. بعد ما فكينا تشفير الريفريش توكن بنجيب منه الاي دي ونكريت منه اكسس توكن ونرجعه في الريسبونس. طيب خلينا دلوقتي نجربها ونيجي نعمل سين. تمام، هو دلوقتي كده اشتغل وجاب الاكسس توكن، واحنا كده عملنا ريفريش توكن من او عملنا اكسس توكن من ريفريش توكن. طيب دلوقتي لو عايزين نشغل اللوج اوت، فالراوت بتاعها اهو، شلنا التهميش بتاعه. هنيجي دلوقتي نعمل الكنترولر بتاع الاند بوينت. هنيجي هنا هنقول له exports dot logout equal async في request و response، وهنحطها طبعا جوه تراي وكاتش فيها الايرور. نيجي ناخد الكاتش دي هي كده بس هنقول له error logging out، وهنيجي في التراي هنقول له res dot clear. هنشيل الكوكي خالص نحذفها اللي كان اسمها refresh token. طبعا الاوبشن هنحطها تاني، ممكن ناخدها من فوق على طول، بس الماكس ايج مش هنحطه لان احنا اساسا بندمرها بنشيلها مش بنديها ماكس ايج. ماشي، سيفنا. طبعا ما ننساش نبعت، طبعا هنا مش هنبعت اي حاجه، فهنخلي الستيتس 204 مفيش اي مسجز هتتبعت، انت بتعمل لوج اوت بالشكل ده. خلاص كده المفروض الكنترولر خلصت، بسيطة خالص. كل اللي عملناه ان احنا شلنا الكوكي خالص. هنيجي هنا جابت 204 وعمل لوج اوت، وحاليا لو جينا على الكوكي مش هنلاقي فيها اي حاجة. طيب دلوقتي عاوزين نجرب ونشوف اذا كانت الريفريش توكن شغالة صح ولا لا. فانا عملت بروتكتد راوت بسيطة خالص، خلينا نشيل التهميش بتاعها وسميتها بروفايل، بتعدي على ميدل وير اسمها فيريفاي توكن. لو جينا فتحناها هنشوفها ان هي ميدل وير بسيطة خالص للبروتكتنج. اول حاجة بنجيب الهيدرز الاتريبيوت اللي اسمه اوثرايزيشن، بنحوله اري وبنجيب تاني قيمة، يعني سواء كان اسمها بيرر وبعدين حط التوكن او توكن وبعدين حط التوكن، فانا بمسك التوكن نفسه. لو مفيش توكن فانا بقول له unauthorized، طبعا مالكش صلاحية ان انت تدخل. طيب لو في توكن فانا بجرب اعمل له فيريفاي، بتحقق من صلاحيته. لو هو مش صح او اكسبايرد فهو بيدخل في الكاتش وبيقول له 403 ان التوكن بتاعك اكسبايرد. لو كان كده ودخل خلاص وعمل له فيريفاي فهو بيعدي نيكست يعني شوف بقى الكنترولر طالبه ايه منك. فهنيجي هنا نلاقيها ما بتعملش اي حاجه، ان هي بتطبع مسج واكاديمي داتا بسيطه خالص. فاحنا هنا لو جينا على البروتكتد راوت لازم نحط التوكن. احنا لو جينا هنا بعتنا طبعا التوكن اصبح expired، فاحنا في الحاله دي بنروح على ريفريش توكن. ده اللي بيحصل في التطبيقات الحقيقيه، ان التوكن لما بيبقى expired في الفرونت اند بيبقى محدد. اول ما تلاقي invalid توكن فانده على الاند بوينت بتاعت الريفريش توكن تجيب لك توكن جديد. فلو جبنا التوكن الجديد اهو خدناه كوبي ورحنا على البروتكتد راوت بتاعتنا وحطيناه وجينا بعتنا، فهنلاقيه اشتغل وبعت الداتا بكل بساطة.